السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، حياكم الله. مرحبا بكم في القناة ديالكم. اللي أول مرة كيشوف هاد القناة كنتمنى منكم تشتركوا فيها وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد كنحطوا في هاد القناة هذه بخصوص المنتخب الوطني المغربي. إذا وليد الركراكي كي أجل لائحة نهائية ديالو بخصوص المباراتين المنتظرتين بالمنتخب الوطني المغربي والمنتخب البوركينابي، وكذلك المنتخب الليبيري اللي غدا المباراة اللي غتجرى في شهر 9 إن شاء الله. واللي كان من المقرر أنه يعلن عن اللائحة غدا الخميس 29 غشت، ولكن أجل اللائحة إلى يوم الخميس. الكل كيتساءل شنو السبب اللي خلى وليد الركراكي يأجل هاد اللائحة. السبب الأول وهو لاعبين مزدوجي الجنسية كاللاعب إبراهيم دياز واللاعب أمين عدلي. والسبب الثاني كيكمن في إصابة بعض اللاعبين المغاربة كأمين حريت اللي شفنا مؤخرا تصاب مع النادي ديالو مارسيليا، وكذلك اللاعب سفيان بوفال اللي تصاب مع النادي ديالو الريان القطري. ومن هنا أصدقائي كنفهموا بأن اللائحة ديال وليد الركراكي ما غاداش تكون لائحة عادية، وإنما غادي يحصل فيها العديد من التغييرات. هادشي قبل 24 ساعة من الإعلان ديال المدرب الإسباني دي لافوينتي على اللائحة النهائية ديالو، خصوصا أنه وضع اللاعب لامين يامال في اللائحة الأولية، وكيتسنى منه غير الضوء الأخضر باش يحطوه في اللائحة النهائية. لكن أصدقائي لحد الآن ما كاين حتى شي مصدر أو خبر موثوق كيأكد بأن اللاعب لامين يامال اختار المنتخب الإسباني أو اختار المنتخب المغربي. لكن المدرب تشافي هيرنانديز في التصريح الأخير ديالو بعد المباراة اللي جمعت بالأمس بين برشلونة وفياريال، واللي عرفت التألق ديال اللاعب لامين يامال واللي حصل فيها على رجل المباراة، قال بأنه ما كرهش يشوف لامين يامال كيمثل المنتخب الإسباني. لكن الصحف الإسبانية هذا النهار هذا صباح طلق الإشاعات بأن اللاعب لامين يامال اختار تمثيل المنتخب الإسباني، وهذا الشيء لا أساس له من صحة، ومازال ما كاينه حتى شي حاجة رسمية لحد الآن. تشافي هيرنانديز ختم الكلام ديالو وقال بأن اللاعب لامين يامال دائما ما كيكون القرارات ديالو صائبة. حنا بدورنا كنقولوا ان شاء الله يكون القرار ديالو صائب ويختار تمثيل المنتخب المغربي. الى هنا اصدقائي الفيديو ديالنا كيكون تسالى، كنتمنى منكم تعطونا الاراء ديالكم في التعليقات. شكون هو المنتخب الاقرب للتمثيل ديالو من طرف لاعب لامين يامال؟ السلام عليكم ورحمة الله. انتظرونا ان شاء الله الخوت فيديو اخر بحول الله.